بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم. كابتن الخطيب عمل جلسة النهاردة مع اللعيبة بتوع الأهلي. عارفين بقى، بيقولوا مسكهم غسلهم ونشرهم كده، كان حدة لا تتخيلوها، ونفضهم يعني زي ما بيقولوا على الاستهتار، على الدلع، على المستوى اللي نازل في الماتشات الأخيرة، يبقوا غالبين ويتعادلوا. مفيش روح الأهلي، مفيش بيقولوا الحر في اللعب، مفيش الغل في اللعب، مفيش الرجولة، مفيش النخوة. الاستهتار الغريب، مش مقدرين قيمة تيشيرت النادي الأهلي. فكان يعني اجتماع عاصف في أرض الملعب مع وجود الجهاز الفني والإداري وكده. كابتن الخطيب يعني دخل فيهم دخله وقال، يعني عارفين حضراتكم، بيقولوا انذار اخير، لان الجيل ده في اخر الموسم ده هيتفور منه ناس كتير جدا على فكره. يعني هتبقى في غربله كبيره جدا جدا في لعيبه النادي الاهلي في نهايه الموسم ده. عندنا غيابات مؤثره جدا جدا جدا، يعني في يمكن 8 أو 9 مصابين، ابرزهم بقى اللي يمكن ما لحقوش ماتشين القطن ولا ماتش سان داونز للاسف. يعني لو لحق واحد فيهم يبقى خيره بركه، اللي هو خالد عبد الفتاح. عندنا الشحات عنده شد في السمانه، السوليه نفس العمليه، عبد القادر عنده جزع في الرباط بتاع الركبه، وممكن بين لا يلحق ماتش سان داونز، مش هيلحق القط. متولي برضه عنده حاجه في الخلفيه، هيقعد فتره طويله. الشحات ممكن يطول كمان على فكره. الادهى ان كهربا كان حاسس بالم في العضله الضامه، فيعملوه اختبار طبي النهارده لسه، وهيشوفوا موقفه ايه يعني من الاعراب. فالله يكون في عون كولر الحقيقه، يعني ان كولر كان في تفكيره انه هيستبعد ناس كتير جدا جدا من لعيبه الاهلي اللي هم اتدلعوا في ماتش الداخليه وفي ماتش سان داونز الاخير. بس الاصابات هتجبره انه هيلعب باللعيبه المتاحين للاسف، يعني اللي معاه دلوقتي هيجيب منين يعني. والناس اللي بتلوم كولر الحقيقه، يعني الراجل هيعمل ايه؟ هينزل يعلمهم ازاي واحد يجيب جون، او واحد يقف زي رامي ربيعه في الجون بتاع الداخليه ده، هيعلمه ازاي يقف وياخد المهاجم في صدره وما يلفش بيه. يعني في الف ب كوره مش محتاج المدرب او المدير الفني. المدير الفني بيعمل خطه يوصلك للجون بسهوله، ودي الحقيقه الاهلي كان بيوصل بس ما فيش فينش. هيعلم محمد شريف ازاي يحط الجون، ولا شادي حسين في الكوره اللي جات له على الهيد وفي ماتش الداخليه وطلعها بره؟ كولر هيعلمه. الناس قربت تعتزل ومش عارفه اساسات الكوره للاسف يعني. كولر كمان عمل جلسه خاصه مع المدافعين، وراهم بالفيديو الاخطاء الكارثيه اللي وقعوا فيها في الماتشين الاخيرين، اللي هو سان داونز والداخليه، وقفاتهم الغلط وتغطياتهم الغلط. حاجه في منتهى السوء والسخافه للاسف. يعني اما لعيبه زي دي ومعظمهم لعبوا دولي، مش عارفين يقفوا ولا عارفين يغطوا ولا عارفين يرتدوا، والمجموعه اللي قدام بتوع الهجوم وخط الوسط محدش بيرجع، ولا حد بيرجع يساعد، ولا حد بيرجع يساند. الارتداد ضعيف جدا. فكان يعني حاجه صعبه قوي قوي الحقيقه يعني. بمناسبه النادي الاهلي، احنا عارفين ان الاهلي كان مقدم شكاوى في مرتضى منصور في لجنه الانضباط في الاتحاد المصري لكره القدم عندنا هنا، عشان كان في تصريحات له وفيديوهات عملها الرئيس السابق للزمالك مرتضى منصور، ووصف كهربا بالقرد والكلب والصعلوك. طبعا ده حاجات تنمر وكده. فالناس بيتحايل بقى على كابتن الخطيب، خلاص بقى الراجل اتسجن، اسحب الشكوى بتاع الخطيب. ما رضيش طبعا يسحب الشكوى، ومنتظرين قرارات لجنه الانضباط. لازم، لا انت عشان تشتكي في حاجه اعلى تتدرج الاول، تروح عندك في اتحاد الكوره في اللجان المنوط بيها الحكم في الموضوع ده، وان ما الحكم ما عجبكش او كده انت او القرار، الاهلي ممكن يطلع للجنه الاخلاق والانضباط في الاتحاد الدولي الفيفا. ده ممكن الاهلي يصعد لو القرارات ما جاتش على هوا النادي الاهلي. احنا عارفين ان الزمالك عنده ماتش بيراميدز بكره في الدوري. الجهاز الفني فيريرا عاوز يبدا في الهجوم بسيف الجزيري. الجهاز المعاون بيقترح عليه، عاوز يبدا بناصر منسي، معلش عاوز يبدا بناصر منسي ويقعد سيف الجزيري. الجهاز المعاون بقى اسامه نبيه والذين معه يعني بيقول لا، الجزيري خبره اكتر من ناصر منسي وما يدفعش بمره واحده والكلام ده كله. فلسه في تشاور في النقطه دي، لكن هم في الاخر متفقين ان هيدفعوا بالحاج بتاع اللعيب اللي جايبينه من اسوان من البدايه. يعني اللعيب ده كويس على فكره يعني. لسه هنشوف هتتم فيها ايه في الموضوع ده. كمان فيريرا عمل جلسه مع زيزو مستواه متراجع الحقيقه الفتره اللي فاتت، وفيريرا يعني يعتبر عمود الفرقه. زيزو بيتحرك، الزمالك كله بيتحرك.
الولد ده على المستوى الشخصي الواحد بيحبه، يعني ولد مؤدب ومجتهد وملوش حس وكده. بس في طبعا مفاجاه زي ما قلت حضراتكم شايفين في العنوان، مصيبه في عقد زيزو يعني، وبريما نضاي وسامسون هقول لكم عليه بالارقام دلوقتي هتتخضوا. ف بيحاول يأهل زيزو نفسيا، يعني ارجع زي ما كنت وكده، وبيقول لهم احنا لازم، ده فريرة بقى، لازم ناخد مباراة بيراميدز دي انها انطلاقة لنا ونفوز بيها، لسه الدوري في الملعب، وعلشان نرجع تاني للمسابقة ونفوز بالبطولة وهكذا يعني. هنشوف ايه اللي هيتم في ماتش بيراميدز والزمالك عنده يوم الثلاث الترجي في افريقيا زي ما قلت لحضراتكم في الفيديو اللي فات يعني. طيب هنيجي بقى لعقود لعيبه الزمالك. اولا قبل ما اقول على العقود دي، في جهات رقابيه من الدوله خدت محاضر مجلس الاداره بتاع الزمالك في الفتره الاخيره، محاضر مجلس الاداره، وخدت محاضر رسميه، وخدت نسخ من عقود اللعيبه كلها بتدرسها. طبعا دي عارفين زي ما بيقولوا تبقى ايه يعني، حاطينها لوقت عوزه كده، هتنفذوا هنطلع، او ممكن يبقى في احاله للمجلس وحل للمجلس عشان مخالفات ماليه، وفوجئوا كمان ان في كم كبير جدا من المشتريات موجود ومثبت في محاضر مجلس الاداره. بس احنا ما يهمناش بقى المشتريات، احنا هنتكلم على العقود والكلام ده كله. الحقيقه فاكرين زيزو اما السنه اللي فاتت اما كان جاي له عقد في قطر وقالوا هيمشي ومش هيمشي، وفي الاخر قاعد في الزمالك، خد اللي كان هياخده في قطر خده هنا في الزمالك، غير المعلن ساعتها قالوا 40 مليون كل العقد، مفيش الكلام ده هتتفاجئوا بالارقام دلوقتي. خد نفس العقد عشان يقعد. عارفين اجمالي عقد زيزو قد ايه في الثلاث سنين كله والمقدم كله؟ 6 مليون و750 الف دولار، مش جنيه، 6 مليون 750 الف دولار. زيزو خد منحة توقيع ساعة ما وقع 20 مليون جنيه، كان ساعتها الدولار ب 16، خدوا بالكم 20 مليون جنيه يعني كان حوالي مليون وربع، تمام؟ كان حوالي مليون وربع منحة توقيع 20 مليون جنيه. باقي الثلاث سنين بقى كله العقد كله هيوصل بالدولار 6 مليون و750 الف جنيه. اول سنه 23 تقريبا، وبعد كده 25، وبعد كده 30. ارقام فلكيه. هيوصل كله على السعر القديم بتاع الدولار 6 مليون و750 الف دولار. 6 مليون دولار ده في الاهلي اعلى عقد، في الناس اللي محاسبكم الاجانب اللي عندنا، اعلى عقد في المحليين اللي عندنا اللي هو الشناوي وكده 11 مليون جنيه او 12 بالكتير يعني، ما بيزيدش. ففي الزمالك بنسمع اخبار خرافيه، وحضراتكم شفتوا عقد دونجا اللي هو واصل كله في بعضه حوالي 110 مليون جنيه، حاجه مهوله، ارقام غريبه يعني الحقيقه يعني. ابراهيم نضاي، اخونا الباشمهندس ابراهيم نضاي، اجمالي عقده كام اللي ما لعبش مثلا 3 دقايق على بعض؟ 3 مليون و184 الف دولار. 3 مليون 184 الف دولار. اول موسم مليون و107 الف دولار. تاني موسم مليون و76 الف دولار. تالت موسم مليون و76 الف دولار. ابراهيم نضاي ده اللي ما لعبش 3 دقايق على بعض. طب اروح العب انا واخد 76 الف دولار بس، بلاش المليون. تخيلوا، شفتوا كم العقود، عقود غريبه. طيب اخونا زكريا الوردي لعب ماتش ولا 2، وبعد ماتش السوبر الجون اللي اداه سافيو وجابوا جون ما شفناهوش بعد كده ومشي، واخد منحه توقيع 430 الف دولار بس يمضي، خد 430 الف دولار. اول موسم 692 الف دولار. تالت موسم 769 الف دولار. تالت موسم 923 الف دولار. انا ما يهمنيش بقى ارجع ايه وما ارجعش ايه، ما مشي، بس شوفوا صيغه العقود عامله ازاي. طيب الوسطى بقى اخونا سامسون اكونيولا، الزمالك اشتراه من نادي كاراكاس ب 900 الف دولار، ده المعلن 900 الف دولار. الزمالك دفع 400 الف وعليه 450 الف هيدفعهم في 30/6 اللي جاي، 30/6/23. اجمالي عقده في الزمالك بقى هو اشتراه ب 900 الف دولار. عقده بكام؟ 2 مليون 423 الف دولار. 2 مليون 423 الف دولار.
يعني بالسعر بتاعنا اللي موجود دلوقتي يعدلوا 80 مليون جنيه تقريبا يعني. اول موسم 576 الف دولار، تاني موسم 538 الف دولار، تالت موسم 615 الف دولار، رابع موسم 792 الف دولار. 4 سنين على ايه؟ هو كل ده مش هكمل 4 ايام. تخيلوا سامسون ده اللي هو مفيش خالص يعني في الكوره، بطيخه خالص يعني، وانتوا حضراتكم كلكم شفتوه، حاجه تجنن يعني. اللي يضحك بقى ان في قرارات نادي الزمالك يقول لك ايه؟ اللي بيطلع عقود الزمالك وبيسربها النادي المنافس على النادي الاهلي. والنادي الاهلي ماله؟ هل العقود عند النادي الاهلي؟ العقود عندكم وعند اللعيب وفي المنطقه وفي اتحاد الكوره. الاهلي هيسربها ازاي؟ وميدو طالع يقول لك احنا لو طلعنا عقود الاهلي هطلع فيها بلاوي. يا عم خليك في نفسك، خليك في نفسك الله يكرمك. عقود ايه اللي هطلعها بلاوي من الاهلي؟ والاهلي ماله مال عقود الزمالك؟ ده عقد الزمالك 4 نسخ، نسخه مع اللاعب ونسخه مع الزمالك ونسخه في منطقه الجيزه ونسخه في اتحاد الكوره. الاهلي ماله؟ ما تشوفوا عندكم. وميدو قال لك اللي بيطلع عقود نادي الزمالك ناس من نادي الزمالك من جوه النادي، وميدو زملكاوي وانتوا عارفين. الاهلي ماله بقى ومال عقود الزمالك؟ هيطلع ما طلعهاش. حاجه غريبه يعني. كل محاضر مجلس الاداره راحت للجهات الرقابيه، ونسخ صور من نسخ العقود راحت للجهات الرقابيه. طبعا بيدرسوا الكلام ده كله. مجلس الاداره بقى مش هيعين حد مكان مرتضى منصور اللي هو بيقضي عقوبه الحبس دلوقتي. ممكن جدا يبقى في حل مجلس اداره ومخالفات ماليه وحاله للنيابه والكلام ده كله. الكلام ده ممكن تسمعوه لو حصل عند وما عينوش حد مكان مرتضى منصور. ده كان كل اللي عندنا النهارده في فقرتنا الرياضيه النهارده. وبشكركم جميعا. ما ننساش نعمل لايك للفيديو ونشترك في القناه ونفعل زرار الجرس علشان يصل لكم كل جديد. سلام عليكم.